بسم الله. هنعمل النهاردة تحلية حلوة بمناسبة عاشوراء، كل سنة والأمة الإسلامية بخير. هنجيب نسمي بالله الأول. هنجيب نص كيلو قمح اللي هو البليلة، هننقعه نغسله كويس وننقعه براحتك بقى 5-6 ساعات يوم براحتك، مش هتفرق. هي هتفرق معاكي ان هو مش هياخد وقت خالص على النار في التسوية بصراحة. وهو بيبقى فيه رملة، القمح بيبقى فيها رملة، لما انت بتنقعيه كل ده بينزل تمام ويبقى نضيف خالص. تحطيه في شوية مية وتحطيه على النار، ما بياخدش وقت. قبل ما يستوي خالص تروح انت مطلعه نص الكمية قمح. بعد ما يستوي 3/4 سوا تحطيه على جنب، والباقي تسويه خالص تمام زي ما انت شايفة كده. اللي في الحلة ده مستوي تماما. هجيب الهاند بلندر او عندك خلاط براحتك نطحنه. بس الخلاط تزودي كتير ميه او لبن عشان الخلاط ما يتعبش منك، لان القمح تقيل فهماني. انا عندي هاند بلندر فبطحنها بيه تمام. دي نص، ده يعتبر ربع كيلو قمح فهماني. انا هطحنه والربع الباقي هخليه زي ما هو بعد ما يستوي، هخليه صاحي يعني فهماني. بجيب عليه 1.5 كيلو لبن، النص قمح بجيب عليه نص 1.5 كيلو لبن تمام، بالقشطه بتاعته بقى وكده فهماني، عشان يبقى مغذي كده وحلو تمام اهو. خلاص. بجيب معلقتين نشا مش اكتر من كده، عشان كده كده القمح فيه نسبة نشا، فما يبقاش ما تبقاش ماسكة قوي، لا تبقى طرية كده وجوسي حلوة. هما معلقتين كفاية. بنزودها بنفكها باللبن تمام، ونقلب. لازم نفضل نقلب عشان ما تعملش مننا تكتلات. اهو القمح الكمية التانية يعني يعتبر الربع برضو، ربع وربع، ربع صاحي وربع مطحون اهو كله على بعضه بقى تمام. هنحط السكر والتحلية اللي انت عايزاها براحتك، عايزاه محلي قوي عايزاه وسط براحتك بالظبط كده. كل ده على نار هادية وبنقلب. هنحط، انا بحط 3-4 معالق جوز هند براحتك، عايزه تحطي برضو براحتك، بس بيديها طعم كمان زياده يعني نكهه حلوه كده في طعمه تمام. بنفضل نقلب 3-4 بواكي فانيليا. ما عندكيش بواكي عندك سائل حطي نص معلقه تمام. خلاص كده كل ده واحنا برضو بنقلب عشان النشا. زي ما انت شايفه انا على طول بقلب، فطلع زي ما انت شايفه ما فيش اي تكتلات وسايله خالص، حلوة جدا جدا. مختلفة طبعا عن البليلة تماما، الطعم مختلف بس حلوة. ان شاء الله تعجبكم بإذن الله، هتعجبكم جدا بإذن الله. حلوة وبس تحطيها في التلاجة تمام. في الحر ده لا، لازم ناكلها ساقعة، ما تتاكلش سخنة فاهماني، وتبقى حلوة معاكي كده وماسكة نفسها شوية. بس كده بنغرفها في اطباق فاهماني. بس اهم حاجة برضو اللي هيفيض منك، انت حطي اطباق اللي هتكفيكي. هي بتعمل كمية كبيرة بصراحة، النص كيلو ده بيعمل كمية كبيرة. اللي هيفيض منك حطيه في علبة تلاجة وغطيها وحطيها في التلاجة فاهماني. يعني مش كله تحطيه في اطباق وتحطيه في التلاجة، لا هينشف ومش هيبقى حلو يوم وتاني، والولاد مش هيرضوا ياكلوا منه. زي ما انت شايفة علبة تلاجة والباقي حطيه فيه. وعلى فكرة بيبقى كأنك لسه عاملاه فعلا، يعني لما بيتقفل وتحط في التلاجة لا كأنك لسه عاملاه. زي ما انت شايفة كمية حلوة. انا بحط للزينة او على الوش بحط زبيب فول سوداني مجروش فاهماني. جوز هند برضو بسيط زي ما انت شايفة. مش عايزاها بس كده براحتك، عايزة تحطي اي حاجة تاني على الوش براحتك. حلو جدا جدا بجد، يعني طعمها مختلف عن البليلة تماما. وحاجة بمناسبة والولاد يفرحوا. وما ننساش نصلي على الحبيب وبألف هنا.